السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشاركوا واحد الوصفة من المطبخ المغربي من المنطقة الصحراوية، منطقة تافيلالت. وصفة رائعة وتستحق التجربة، اللي هي المدفونة او خبزة المدفونة. بسم الله وعلى بركة الله. غادي نبداو في تحضير الوصفة. اولا غادي نحتاجوا اللحم البقري اللي مقطع بحال القضبان. غادي نضيفوا التوابل او التشرميله ديال القضبان اللي كنحضروا دائما، اللي هي تحميره، الكمون، البزار، سكينجبير. وغادي نوضعوا البصل مقطع والمعدنوس، ايضا كاس ديال زيت الزيتون. وغادي نخلطوا الخليط جيدا. وهنا غادي نضيف واحد الاضافه اللي هي ملح الهيمالايا. هنا غادي نستعمل واحد الملعقه صغيره من ملح الهيمالايا. ملح الهيمالايا هو ملح عوض الملح العادي، صحي جدا للغايه، من الشركه اللي سبقت ذكرت في الفيديوهات السابقه. غادي نخلي لكم الرابط لتحت في صندوق الوصف. نتمنى ان شاء الله تواصلوا معايا على هاد المنتجات، فهي رائعه وتستحق التجربه. نرجعوا للمدفونه. من بعد ان شاء الله غادي نقطعوا البيض المسلوق. عندنا 3 البيضات اللي مسلوقين قطعناهم، ونوضعوا العجين ان شاء الله. دابا من بعد ما خمر، فالعجين هو عجين الخبز العادي بالدقيق الكامل، الملح، الخميره، المدافي، ونخليوه يخمر. من بعد غادي ندوزو، غادي نقرصوه قريصات. غادي نوضعوا هنايا 4 ديال القطع او 4 ديال الكرات. كل خبزه ديال مدفونه غادي نوضع فيها 2 نتاع القطع ديال العجين. هي صحيه جدا للغايه، بالخبز الكامل كتجي رائعه، تستحق التجربه منكم ان شاء الله. من بعد غادي نوضعوا اللحم اللي شرمناه، غادي نديروه في الدقيق في العجين ديالنا، وغادي نغطيو بالعجين الاخر. من بعد غادي نضيفوا البيض المسلوق. ممكن كاين بعض اللي كيديروا اللوز، انا الصراحه كتعجبني بهذه الطريقه هذه، كتجي صحيه وكتجي لذيذه. من بعد غادي نسدوها بهذه الطريقه هذه، نحاولوا نضغطوا عليها مزيان باش ما تحلش في الطياب، ونقرصوها مزيان. ونكونوا في هذا الاثناء كنسخنوا الفرن على 220 درجه الفوق والتحت، ونخليوها طيب على خاطرها حتى تحمر. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الخبزه ديالنا المدفونه، اللي فعلا لما كتذوقيها في منطقه الريصاني او يعني كتبغي توجديها في دارك، وفعلا تستحق تجربه. بالصحه والراحه، وما تنسيناش باللايك والبارطاج. السلام عليكم.